سيد القاضي، هذا الهرقل، هذا العتي 64 حصان، انما الغلبانه دي نص حصان. هل يتوافق اليمامه مع طائر الرخ؟ ايه ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الأهلاوي الجميل، عامل إيه؟ طمنا عليك، وحشني والله العظيم، أقسم بالله وحشني. عامل إيه؟ أحلى صباح عليك، صلى على النبي ودوس اشتراك ودوس لايك عشان عندنا ليلة ما يعلم بها إلا ربنا. يلا بينا. يلا بينا نخش بقى على الحصريات والحاجات الحلوه واللازم منه النهارده او امبارح. خلينا نبدا من امبارح الاول. كابتن مارسيل كولر او المارشال مارسيل كولر ودع النادي الاهلي بحفله تليق باسمه بتاريخه، له ما له وعليه ما عليه. الراجل ده شفنا منه حاجات كويسه جدا، وشفنا منه كل ما هو يتطلب بتاريخ النادي الاهلي، بس الحظ ما حلفوش والموضوع ما كملش، فخلاص يعني لعنه الموسم الثالث هتفضل ماسكه النادي الاهلي بطريقه مش مفهومه يعني. بس اهو الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل في بطوله افريقيا اللي راحت علينا دي. والراجل نزل بيان وداع محزن جدا جدا لجماهير النادي الاهلي. دايما لحظات الوداع ما بتكونش الطف حاجه مع اي حد بيطلع من بره النادي الاهلي، وخصوصا ان اللي طالع من الباب الكبير، ايوه اللي طالع من الباب الكبير بيبقى طالع من نادي كبير. ايوه، ما هو انت لو في نادي وضيع في رقم 2 في الدوله مش هتكون بطالع بصوره مشرفه، مش هتكون بطالع واخد مستحقاتك. هتقول لي يا مصطفى ما هو مارسيل كولر له 3 مليون. يكفيني عندي ان الراجل ده طالع مبتسم، طالع وبيقول ان انا النادي الاعرق، طالع وبيقول ان انا اتمنى ان انا اكون في يوم من الايام موجود هنا تاني. طالع والراجل ده ما بص التكشيره ما راحتش من على وشه ولا كأن اول يوم النهارده، ده بل بالعكس ماشي وهو منتمي للنادي الاهلي. ودي بالنسبه لنا كبيره، لان اي نادي تاني ده في نوادي حضرتك بيتبعت شنطه المدير الفني على المطار بيبعتوها له هناك، وفي مدراء بيهربوا من التكدس الاحداث المريضه اللي بتحصل فيهم يعني. ده الفرق، ده فرق التعامل. لما المدرب اللي عندي يكون ماشي وله فلوس، له 3 مليون دولار، ده رقم حضرتك، عكس اللي له 800 ألف دولار ولا 400 ألف دولار وماشي بيلعن سلسفينهم واستغفر الله العظيم يا رب ودب دب 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 دب، وبيوقف لهم القيد من كام يوم يعني. المهم يا سيدي، فرحيل مارسيل كولر وودع اللعيبه وشكر اللعيبه، قال انه ممتن ليهم ولكل نقطه عرق بذلت اثناء وجوده في النادي الاهلي. طيب نخش على الموضوع اللي بعده، الا وهو جلسة أو حلقة أمير مرتضى مع إبراهيم فاي. أمير مرتضى مع إبراهيم فاي حاول بقدر الإمكان، واللي أنا شفته من الملخص بتاع الحلقة إن هو بيلمع نفسه. أنا شايف نظرة مبعدية إن أمير بيلمع نفسه على حس إيه معرفش، على تاريخ إيه برضه معرفش. اللي فهمته إن عقد إمام عاشور كان فيه شكوك، وبيشكك في كلام امام عاشور ان هو لا ما رجعش للنادي، هو ما رجعش والنادي ما كانش فيه 3 مليون دولار. طب منين انت بتقول ان ما فيهوش 3 مليون دولار، ومنين انت بتقول ان هو ما رجعش؟ يعني هو كده رجع. طب ما هو ما انت اقنعني. انت دلوقتي واحد بتشتكي بتقول ان انا ما كانش معايا فلوس، اذا هو رجع فعلا نادي الزمالك، يبقى ما تنكرش بقى. انا اللي يهمني في الحلقه بتاعتك دي كلها اي حاجه تمس النادي الاهلي، وانا بالنسبه لي الحلقه كلها ما تهمنيش. انا اللي يهمني من الحلقه كلها ان انت لو ذكرت حاجه دلوقتي تخص النادي الاهلي هطلع انا ارد عليها، غير كده مش هرد على اي حاجه تخص ما تخصش النادي الاهلي. وكان بيقول ان قفشه على اعتاب نادي الزمالك. الحمد لله قفشه ان انت ربنا نجدك يا حبيب قلبي، ودي دعوه الوالده اللي انت بتروح لها وبتقعد معاها في الارض والديب بتاخ بص سلامي للوالده. طيب احمد شوبير بيأكد على كلام كل الصحفيين وكل الاعلاميين وكل السوشيال ميديا ان صفقة محمد علي بن رمضان تمت.
منذ قليل كابتن احمد شوبير على الراديو قال ان صفقه محمد بن رمضان يبدو وكانها انتهت، بس مفيش شغف من جمهور النادي الاهلي زي الفتره اللي فاتت اللي كنا بنطالب بيها محمد علي بن رمضان. ليه؟ لان النادي الاهلي متعود ان الصفقه لو ما جاتش في السخن بعد كده بتبقى عاديه، عشان بيجي لي لاعب احسن منك اللي هو مثلا زي امام عاشور او قفشه او اي حد عندك في نص الملعب. ده مش معناه ان محمد علي بن رمضان ضعيف، بالعكس، بس انا بقول لك شغف النادي الاهلي بيموت مع اول حاجه فيها تكاسل، وانا شايف من ناحيتي انا ان التكاسل ساعتها كان في الاداره. الموضوع على ما اعتقد ساعتها وقف على 200 300 الف دولار يعني. فنسيبنا ونقفل الصفحه دي خالص، ومبروك على كل الاهلاويه محمد علي بن رمضان. طيب عندنا مشكله ثانيه بقى في السيزون الجميل الحلو اللي مش عايز يخلص ده واللي سبع ارواح، كابتن او ابو ايله احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو في لغط دلوقتي على بيراميدز والزمالك ونهائي كاس مصر، طب 20/5، طب الامارات، طب 4/6، طب زيزو مش هيلحق، طب الحق الحق الحق. قال لك اصل احنا بنفكر نحرم زيزو من كاس العالم، او بقدر الامكان نعكر مزاجه، نمشيها نعكر مزاجه. ف والله العظيم المحامي اللي واقف مع نادي الزمالك مدارس بربع جنيه كلية حقوق، مش بقول لك محامي، كلية حقوق. المهم يا سيدي، نسيوا الجماعة اياهم ان في قيد استثنائي مفتوح للنادي الاهلي من يوم 1 لحد يوم 10، يعني في الفترة دي الا اذا بقى ان اتحاد الكرة المصري عمل نهائي كاس مصر يوم 12/6 مثلا، ساعتها اقول لك ماشي. انما حضرتك انت هتعمله من 1 ل10، في النص هنا انا مفتوح لي انا فترة استثناء. فزيزو بالتالي مخلص كل حاجة، وزيزو هيكون موجود في النادي الاهلي قبل السفر لكاس العالم، وزيزو جاهز للنادي الاهلي قبل السفر. فترة الاستعداد بتحصل دلوقتي من زيزو في جيم ما، واخد دلوقتي كورسات ياخدها من المعدين البدنيين اللي في النادي الاهلي، عشان هو هيطلع او هيسافر مع النادي الاهلي. كده زيزو خلص ومحمد علي بن رمضان خلص. في 3 صفقات محلية بتدور دلوقتي احب ان انا انوه بيها، عشان لو سمعتها فجأة مرة واحدة تبقى عارف ومدرك ايه اللي بيحصل. عمرو الجزار، او تقريبا اسمه عمرو الجزار، اللي قدم مستوى ولا احلى مع غزل المحله. الشخص ده او المدافع ده او اللاعب ده خلوق، ند بند، بيقف على الكوره بتطلع منه حلو جدا، متمركز شرس، فهو بشخصيه النادي الاهلي. انت عندك رامي ربيعه كبير، سنه كبير، ياسر ابراهيم كبير، اشرف داري محتاج حد دفاع من سنه يسند جنبه. فانا شايف ان الصفقه دي مهمه جدا 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 ان تمت، وانا سمعت كلام كتير جدا، واهمها واشرسها واقعيه ان كابتن محمود الخطيب له يد في الصفقه دي بالذات. طيب باك ليفت سيراميكا محمد شكري اللي اتكلمنا عليه من سنتين تقريبا وما حالفوش الحظ، جه من بعده جاله بعدها رباط صليب. فمحمد شكري كويس جدا جدا جدا، واتمنى ان هو يكون معانا الموسم الجاي. الصفقه الثالثه باك ليفت بتاع بتروجيت، انا مش فاكر اسمه بالظبط، بس الشخص ده برضو او اللاعب ده في كلام عليه دلوقتي والمفاوضات فوق الترابيزه، واستنى كل حاجه تحصل في الايام القليله المتبقيه. تمام. من ناحيه ابراهيم عادل ومحمد الشيبي لحد دلوقتي انا بقول لك مفيش اي حاجه بتجمع محمد الشيبي او ابراهيم عادل لاي حاجه ليها علاقه بالمفاوضات، عشان الكلام ما يكترش. تمام. الله اكبر الله اعظم. اسيبكم اروح اصلي الظهر. سلام عليكم.